إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. أعمدتها من ذهب، مدينة من ذهب، الأعمدة التي تقوم عليها المباني ذهب كلها خالص. أما هم فقد أعطاهم الله أجسام قوية جدا طوال، حتى أنك إذا رأيت الرجل تحسبه نخلة من طوله. ولهذا قال تعالى كأنهم أعجاز نخل خاوية من شدة الطول والقوة، حتى إنهم قالوا من أشد منا قوة. من قوتهم جعلوا على كل ريع آية. الريع الجبل، يجعلون على كل جبل آية، يعني قصر من ذهب، آية في الجمال. وإذا نزلوا للبر بنوا خيام من ذهب، أعمدة من ذهب، حتى إنهم من شدة بطشهم وقوتهم وتكبرهم شقوا في مدينتهم أنهار من ماء وخمر وعسل، يريدون أن يفعلوا جنة في الأرض، فتكبروا تكبرا عظيما. سام ولد له أولاد، منهم إرم، وإرم ولد له عاد، وعاد ولد له عشرات الأولاد، كل ولد ينتمي إلى عاد. فمنهم ثمود. قصة ثمود ذكر عادا الأولى لأنهم هم عاد الثاني. قال الله عز وجل كذبت عاد، فهؤلاء بعث لهم هود عليه الصلاة والسلام، فبدأ يدعوهم إلى الله وجحدوا وكفروا. وكان هود عليه الصلاة والسلام دأبه في دعوتهم مثل دأب نوح في دعوته لقومه، يدعوهم ليلا ونهارا فأبوا، فمسك الله عز وجل عنهم السماء، لم ينزل عليهم من المطر قطرة، وما عندهم من أشجار ونبات يبس، وأصبحت أرضهم جدباء. فقالوا لهود إن جاءنا المطر آمنا بك، فجاء مطر ولم يؤمنوا، فاشتد عليهم القحط بعد ذلك، وكذبوا هود وقالوا لولا رهطك لرجمناك. يعني كان هود ذو مكانة في قومه. فكانت آيته المعجزة التي جاء بها لهم أنه قال إن كان عندكم قوة وأنتم أولو القوة فليمس واحد منكم شعر من رأسه، يتقدم أي واحد منكم، فعجزوا. فكانت معجزته أنه شخص واحد في مجتمع يدعي القوة ويقول من أشد منا قوة، ولا يستطيع واحد منهم يلمسه. من يحميه؟ الله. فأوحي إلى هود أن هؤلاء قوم عذبون وليخرج هو ومن معه، فخرج هود والذين آمنوا معه من الأحقاف، جاءهم العذاب فجاءتهم الريح. الصفة الأولى أنها ريح صرصر. الريح الصرصر الريح التي لها صوت، عندما تسمعه الآذان من شدة قوته يعني تصك الآذان، تصر، ما عاد تسمع شيء. ذاك اليوم الذي بدأ فيه عذابهم كان يوم الأربعاء، ريحا صرصرا عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوي، فهل ترى لهم من باقية؟ فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم. فأصبحت تلك المنطقة أغنى منطقة بالرمال، الربع الخالي، الأحقاف، شرق عمان، غرب عمان، شرق حضرموت، أغنى منطقة بالرمال، لأن الرمال شاركت غضبا لله في تعذيب قوم هود.